الشرف بيروحوا فين بس يا دياب؟ ماما حبيبي ضناي، انت كويس يا ضناي؟ انا كويس. امال قافل تليفونك ليه يا ضناي؟ ما احنا اتثبتنا هنا. يا لهوي اتثبتنا في الشغل متثبتين في الشغل هنا. يا ضناي يا حبيبي. انا معاك. الله عليك احنا كويسين. الحمد لله. لا ده انا مش كلمتك 100 مره عشان اقول لك ان عبدون عاوز القسم. ما هو يعني الناس بتخش تطمن على عيالها وتقول لهم عاملين ايه ويطبطبوا عليهم وانت داخل الياس وهتقع على وشك هتموت. بسم الله ما شاء الله. انتوا هنا بتشتغلوا ايه؟ الراجل ده بيشتغل. الراجل شغالين احنا هنا بناخد بالنا من الراجل ده. الراجل الطيب الامير الشرير العسل ده فاقد الذاكره. لا انا فاقد الذاكره. انا مش فاكر حاجه خالص. يا حرام. يعني انتوا قاعدين في الفيلا دي كلها لوحديكم مع الراجل ده؟ والله انت عرفت حاجه ولا ايه؟ انت يا عم مش قادر. يا عيني يا عيني، ده باين انه تعبان قوي. شفت بقى؟ عشان تعرف ان الفلوس مش كل حاجه. اهو عنده كل حاجه ومش فاكر اي حاجه. بس احنا هنتبسط هنا مع بعضينا ان شاء الله لما نقعد هنا في الفيلا دي. قاعدين في ايه؟ هنقعد معاكم هنا وندانا من عبدون. مش كده ولا ايه يا ست انصاف؟ وبالمره بقى نقول للبت غاده يا عيني لا بتروح هنا ولا هنا، اهديك تتفسح لها يومين. حلاوة امك حتى امك. غدا قصدهم على الغدا. مفيش ايه يا جماعه؟ غدا ايه وبتاعت ايه؟ احنا هنعيش هنا، احنا اصلا عايزين نمشي معاكم. نمشي نروح فين ونسيب الجنه دي كلها؟ وتسيب غدا لوحدها؟ الله، هو انتوا مش قلتوا انه بينسى؟ بينسى. بنسى. بس افتكر حاجه ولا افتكر؟ لا والنبي ما تفتكر، يا رب تنسى على طول. الله، ما الراجل حلو اهو بيخاطرف. يلا بقى ننزل البسين اللي شفناه واحنا داخلين. بسين؟ انتوا وصلتوا للبسين؟ بس البسين اللي عندي اللي بينزل فيه ما بيطلعش ابدا من حلاوته. ان شاء الله عننا ما طلعنا. يلا. معلش والله ما حد فينا قال لهم تعالوا. لا ارحمنا يا معلم، ابوس رجلك يا معلم. ما انتوش خايف منه ليه؟ كده مش هيرحمنا. صح، كده مش هرحمكم وهطلع عينكم وعين اهاليكم. اهو طلع باك جراوند اهو، ربنا يستر بقى. حاجه حضنك. ايه المنظر الحقير اللي انا شايفه ده؟ بقى شوكت كلهم يتعمل فيه كده؟ الفيلا بتاعتي تقلب حديقه الفسطاط. والنبي يا عم شوكت ما تاذيش امي، لو عايز تاذي عم سرور اذيه، لكن امي بلاش والنبي. هو انت مش خايف منه ازاي؟ كده هيقتلنا. وانت ساكن بيفهم اكتر منك كتير. كده هتتقتلوا. والنبي ما تاذيناش يا عم شوكت. هنطرقهم دلوقتي والله يا عم شوكت، وهنظبط لك الدنيا كلها. تظبطوا لي الدنيا؟ ده لو ليكوا عمر، ده كان يوم اخبر يوم ما اخترت اغبى اتنين في خلق الله. ده انا حاسس ان انتوا هتشلوني بجد. بعد الشر عليك يا سيدي المعلمين، بعد الشر احنا هنطرقهم دلوقتي، هنوزعهم. تقلقش. الجو حلو والجنينه حلوه. القعده دي الصراحه عايزه شاي وسندوتشات. فين المطبخ؟ المطبخ؟ امي عايز تعرف فين المطبخ. جوه يا طنط. جوه؟ انا هدور عليه، هعمل لكم سندوتشات تاكلوا صوابعكم وراها. والله حلوه الشغلانه دي يا عيال، ربنا يسببكم فيها. يا عم فلالة ولا فالك. وبعدين ما يصحش اللي انت لابسه ده، امي في البيت على فكره يا عم سرور. اختي. امي. يا خالو من الاحسن ان انت ما تعرفش الشغلانه دي ايه. لا عايز اعرف، قول. يا عم سرور خليك على عماك احسن. بقول لك يا دياب، ايه؟ عم شوكت مش هنا، ما تيجي نخلع. عم شوكت فين؟ امي. مبسوط؟ قوي. امشي بقى عشان ما تعكننش. معقولة؟ لا مش معقول. ماما لا انت كويسه؟ ركز معايا كده يا ابني، وما اسالك رد عليا. حاضر. هو انت متاكد ان الراجل ده عيان؟ طبعا عيان، امال ايه يعني؟
الحمد لله، يبقى ما يقصدش. ما يقصدش ايه؟ خلاص يا ابني، ليس على المريض حرج. لا ده عليه حرج. هو ايه اللي حصل ياما؟ القهوة فارت ياما. القهوة فارت. انت يا جدع انت يا بني ادم، انت عملت ايه؟ تعكننش مزاجي العالي. مالك العالي كمان يا اخويا؟ إيه اللي انت عملته في امي انت؟ انا هسيبك بس عشان خاطر امك. احنا ناس اشراف يا شوكت باشا. قول لي انت عايز مني ايه بالظبط دلوقتي؟ خليني اخلص من البيت دوت. هتعرف كل حاجه دلوقتي. خير يا بص، في ايه؟ بص، هو مش ابوك؟ عمره مقبوله يا ايمن بيه. ايمن مين؟ انا متولي. متولي؟ متولي. خلينا في المهم، في راجل بره قاعد لابس كلسون ومعاه واحده، انما ايه؟ مهلبيه. امي. امك المهلبيه؟ لا، ما هو مش هيبقى انا وامي. في ايه بقى بيحصل في البيت دوت؟ يبقى اسال امك. جايين نهزر؟ ايه؟ جايين نهزر يا متولي؟ لا 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 ايه اللي اخركم كده يا اغبياء؟ المحور كان في حد. خلاص، فين بقيه الرجاله؟ يلا، عايزكم تلموا الاوباش اللي بره دول كلهم، ها؟ واولهم امه. عليا. يا يلا. ريتك ما كنت دخلت المطبخ يا اما. دامي. هو ده اسلام شمسي؟ اسلام شيبسي يا اخي، اسلام شيبسي ايه يا خالو؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي، يا نهار اسود يا نهار اسود، يا لهوي يا لهوي يا لهوي، يا نهار اسود، ما طلعش عنده زهايمر يا لهوي. ما انت لو تريحيني وتقولي لي عمل ايه؟ يا فضحتي يا فضحتي، يا لهوي يا لهوي يا لهوي، يا فضحتي. انا مش عارف ايه اللي مزعلك مننا يا سعاده البيه. اذا كان على الشوال اللي انا قعدت فيهم على المرجيحه هدفع 2 جنيه ونخلص. اولا انت مش اسكندراني يا خالو عشان تقول جني. عشان يعرفوا ان احنا مخربشين. مخربشين؟ انت شفت البسين فاكر نفسك في اسكندريه؟ وبعدين انت لما تتكلم اسكندراني مش هيخافوا منك، ده كده ممكن يحبوك. محاوله. انتوا تخرسوا خالص خالص. متولي، خد الاتنين دول هيفضلوا رهينة عندنا لغاية ما عملية السرقة. ايه يا متولي بتبصلي كده ليه؟ اني 2 هم 4 اصلا يا بص. اني 2 هم 4. صح، الغباوة اشتغلت. الحلوة دي أم ده، والوحش ده خال ده. هتاخدهم الاتنين يبقوا رهينة عندنا لغاية ما عملية السرقة اللي هيقوم بيها الاتنين التانيين يا متولي، اللي هما الاتنين اللي باقيين. مفيش غير. مش كده؟ ايوه كده. لا، اخص عليك يا شوكت. لا، انا ابني ما يسرقش ابدا ولا يمد ايده على حاجه غيره. يا ترى مين اللي مد ايده؟ سيبيني ساكت ياما، سيبيني ساكت. يا عم ما تشوف لك 2 غيرنا يعملوا اللي انت عاوزه. تصدق عندك حق. يبقى انا اقتلكوا واخلص. يا عم شوكت، انت مش محتاج تطلع مسدس ورجاله ورهاين، انت شوف انت عايز ايه واحنا نقوم نبوس ايدك ونعمله. ماشي. العملية اللي هتعملوها دي نقدر نقول عليها سطو مسلح، ونقدر برضو نقول عليها سرقة بالإكراه. اخص عليك يا شوكت. لا، انا ابني ما ياخدش حاجه غصب عن صاحبها ابدا. ما تسكتي بقى ياما، في ايه؟ قاعد تتكلمي في وسط الرجاله، ما خلاص بقى. حاضر. خد الولية دي من قصادي. حاضر. ومعاها ده. ما انا قاعد ساكت اهو يا سعاده البيه، وبعدين كنت عايز اسمع بقيه الخطه. هسمعك الرعد في ودانك. خدهم يا متولي، بس بالراحة عليها. وكمان بتغير عليها. عم مسرور، عم مسرور، النبي خلي بالك من امي. في عينيا، بس محدش يبقى يقرب من البدرون لما اقول لهم. معلش يا امي. يا دياب، عشان هشوف عايز ايه السريه. وهنطلعك. هنقذك. دياب. هننقذك يا امي. دياب. بالراحه يا عم. هتروحوا المحل ومعاكوا الشنطة اللي فيها السلاح، حاضر.
ورجالتنا هتبقى مأمنة المكان. مفيش حد. الراجل ده بيسوحنا ولا ايه؟ لا يكون اتقبض عليهم وعاملين لنا كمين هنا. مش هتشوفوهم يا بهايم، هتلاقوا صاحب المحل جوه بيجهز عشان يقفل، صبيانه هيكونوا مشيوا، هتقلبوه في الجوهرة وما يضرش لو جبتوا شوية دهب كمان. حاضر، هناخد شوية دهب. يلا. الحمد لله مفيش حد في المحل، يبقى نسرقه على طول. نسرق ايه؟ انت مجنون؟ فين الراجل اللي هنثبته عشان نسرق المكان؟ كده الخطه باظت، يلا نمشي. خطة اللي باظت؟ لا. معلش يا جماعة أنا متأسف، كنت جوه المكتب بعمل حاجة. دقيقة واحدة بس وأبقى تحت أمرك. خد راحتك. هيدخل واحد من رجالتنا هيقول لكم كلمة السر اللي معناها إن الدنيا أمان. ما قالش كلمه السر. طب استنى نسمع تاني كده. هيدخل واحد من رجالتنا هيقول لكم كلمة السر اللي معناها إن الدنيا أمان. ما قالش برضه. وبعدين نرتجل بقى. هي السلام عليكم. يمكن هي دي كلمه السر. السلام عليكم. اكيد مش كلمة السر سلام عليكم، ده بيقول سلام عليكم، اي حد بيقول سلام عليكم. ممكن فكت 200 جنيه مش خمسينات؟ اكيد مش كلمة السر، واحد يدخل يفك. 200 جنيه مش خمسينات. مش خمسينات؟ ايوه مش خمسينات. يا سيدي ما أنا سمعت بتزعق ليه؟ مش خمسينات مش خمسينات، مش أنتوا سامعين مش خمسينات؟ يا عم خد امسك فك. معايا أنا معايا يا عم اهو. ما تخلص انت وهو. هات. مش خمسينات. ما دول ميات. ميات. ايه الغباء بتاعكوا ده؟ احنا اللي اغبياء؟ ده انت اللي راجل غبي داخل تفك فلوس من محل جواهرجي. امال محلات الكشري بتعمل ايه؟ معلش أنا متعود على كده طول النهار، أنا تحت أمركم. هو احنا مش عاوزينك تزعل مننا. هزعل منكم ليه؟ لا سمح الله تحت أمركم. الظروف يا بيه. احنا ولاد ناس على فكرة. خالي وامي. بس عرفت، خالي وأمي وامي وخالي وعمتي وخالتي والدنيا. عرفت اتفضل امسك شايلين يا بيه. امسك ربنا يعينكم والله شباب غلابه. بتعمل خير ليه؟ بتصحي ضميرنا ليه حضرتك؟ معلش. استغفر الله العظيم يا رب. هو الجرام بكام يا بيه؟ جرام الدهب ال 21 ال20. مفيش 20، ال 21 ب 650 ولا ال30. مفيش 30. طب ارفع ايدك بقى فوق. معلش. ما ايدك دي ما اشوفهاش تحت. مع ايه ده؟ خليك رافع ايدك لحد ما نجيب الخزنه. حاضر سنينك انت بتعمل ايه؟ هات حاضر. الخزنه بسرعه، اي غدر منك انا بقول لك. لا دي كده مش صح. المسدس بايظ ولا ايه؟ معرفش بقى. ما تطلع المسدس التاني اللي معاك. اهو يا بيه. ارفع ايدك. اللي هنقوله لك تنفذه بالحرف الواحد. حاضر بس ممكن انزل ايدي. نزل يا عم نزل. الراجل ده طيب قوي. وأول ما تخرجوا من المحل تشوفوا لكم مواصلة تكون أمان ترجعكم الفيلا تاني. احنا مش سواقين عند أهاليكم. يا باشا اقسم بالله لا اقول على كل حاجه. احنا مالناش ذنب في اي حاجه يا باشا. الراجل ده هو اللي قهرنا. يا باشا الحمد لله انا اللي لقيتهم سعادتك يا باشا، ما تصدقهمش معاليك، انا قهرتكم يا باشا. دول شويه عيال نصابين نصبوا عليا وخدوا الفلوس بتاعتي وهربوا بيها معاليك. كفايه، انا اسف يا باشا، انا صاحب حق وصوت الحق عالي. سعادتك خدوا الفلوس عملوا بيها ايه؟ اتمرمغوا في الخيرات، اشتروا الفيلات، شرابات، بنطلونات، قمصانات، اقبض عليهم سعادتك يا باشا. ارجوك بص اليهم. اسكت خالص. طب انظر اليهم بعين الشرطه وليست العين المجرده سعادتك. شفت؟ طلع بدون. امسك لسانك عشان الموضوع كده ملوش دعوه بكلهم. يا باشا الوصولات دي ميعادها يوم 1 في الشهر. يا باشا سعادتك وشروط الامانه لازم تدفع، ويا الدفع يا الحبس سعادتك، او الحبس والدفع. انا دارس قانون وقاري علم نفس ماشي مش هعدل على سعادتك اللي تشوفه. سيبه يكمل. كمل يا باشا النهارده يوم 1 في الشهر ولسه فاضل فيه ساعتين. اديني سعادتك مهله، الساعتين دول ارجع له فيها الفلوس. ما تصدقوش سعادتك يا باشا، هو بيماطل لكسب الوقت. ومش بس كده سعادتك، في معاه واحد اسمه سرور، وممكن ما يطلعش سرور سعادتك، يطلع العقل المدبره لكل اللي احنا فيه، او الراس الكبيره سعادتك. اقبض عليهم متلبسين. انت صدعتني سعاده الباشا انا عايز سعادتك في حاجه تانية خالص، مصيبه كبيره يا باشا. خير؟ اقول لك انا سعادتك ولا سيبه يكمل. حاضر. ايه ده؟ بص، لا زي ما اتفقنا، هخلص عليهم واسبقك على المطار. سلام. هخلص معاهم واسلمهم الحاجه واخد الشنطه واجيلك المطار. سلام.
معقوله كل ده؟ والله سعادتك زي ما بقول لحضرتك كده. يا ولاد اللذينه دول عصابه كبيره سعادتك، ياقوت وزمرد ومرجان زي ما انت شايف. انا عايز حقي معاليك. لا ما تهدى بقى يا عم عبدون، زقوت ايه ومرجان ايه؟ الله يخرب بيت وصلات الامانه والقسط اللي انت عرفنا بيه. يعني انتوا ما سرقتوش الجوهره والذهب ده؟ يا باشا الجوهره دي ازاز والدهب دهب صيني، واحنا متفقين مع الجواهرجي على كل حاجه. اعتراف رسمي سعادتك، يعني قضيه جوه قضيه. ما كفايه، مش مهم دلوقتي، المهم نلحق امك وخاله وبعدين نشوف موضوع الحاجه دي. طب لا مؤاخذة سعادتك بالنسبه لوصولات مش وقتك خالص. يلا يا باشا، يلا اتفضل. اتفضل يا بيه، اتفضل. شكل نهايتنا خلاص قربت. يا ابني مش عارف اسمعك، امك عامله دوشه. وانا اضمن منين ان انتوا مش بتلعبوا بينا؟ طب بقول لك ايه يا اخويا، ممكن تقول له بس حله الباميه يدخلها في الثلاجه لا تحمض؟ بامية ايه؟ انتوا مصغرين ليه في القعده يا حاج؟ بامية ايه؟ بامية اللي تحمض؟ انت هتحمضي اصلا دلوقتي. انا خايفه قوي على الباميه. حلو، يبقى تجيلي في المكان اللي انا فيه عند تالت عمود. تالت عمود ايه؟ كده هيتوه. صح، اسف يا طنط. بص يا معلم، هبعت لك لوكيشن. يلا سلام. باميه الباميه. مش عارفه اقول له ايه، انا خايفه على الباميه قوي. ما بس بقى الهي ياكلها وهي حمضانه ويموت، ايه رايك؟ خلاص. انا هقول الحقيقه يا سعاده البيه وهعترف. انا كنت متفق معاهم وهم متفقين معايا نعمل مقالب في بعض زي الكاميرا الخفيه دي، عقلك والحاجات بتاعت رمضان، ونقول نذيع ولا ما نذيعش. بس انا لا اتهمهم باي اتهام. لا سعادتك انا بتهمهم. معليك انا ماليش في موضوع الكاميرا الخفيه والمقالب اللي الاستاذ بيحب يعملها دي. انا سعادتك الناس دي خدت مني حاجه ومضت على وصل، لازم اخد الفلوس والوصل معايا اهو. جرى يا عم عبدون، ما انت برضو اللي غلطان، ما خالي كان موجود، ما قفشتش فيه هو ليه؟ ما هو لا مؤاخذة سعادتك خاله يعني اغمى عليه وبعدين اترمى في الارض، اتنقل على المستشفى، وخاله ده ايه؟ ده حيالله مثلا ضامن للوصل، انما هما الاثنين اللي موقعين على الوصولات. جرى يا عم عبدون يعني، واحنا هنجيب لك المبلغ ده كله منين؟ ما انت شايف الظروف اللي احنا فيها. لا انا كده مضطر اخد اجراء قانوني. سعاده الباشا لو سمحت، المبلغ اللي في وصل الامانه كام؟ 10,000 جنيه. شفت بقى المعجزه؟ انا معايا 10,000 جنيه هدفعها لهم. شفت يا باشا، عشان دول امنا اولاد الامنا. لا بعد اذن حضرتك، مش احنا اللي نقبل كده، لا ما ناخدش جبايه من حد. لا سعادتك انا بقبل ده وبحب الجبايه من اي حد. انا مش فاهم انت بتتنك عليه، عايز يدفع ما تقول يدفع يا اخي. طب ما تدينا احنا الفلوس دي يابا، اديها لنا احنا. ليه بقى؟ لان احنا الشهر الجاي هنتحبس، فنتحبس واحنا معانا فلوس احسن ما نتحبس واحنا معناش. لا انتوا تدبروا نفسكم الشهر اللي جاي بالفلوس، انما ال 10,000 جنيه دي انا لازم ادفعها. طب ما ينفعش حضرتك كل اول شهر تدينا مكافاه زي دي؟ يعني تيجي تلاقينا امنا تقوم فاقعنا 10,000؟ منور يا دكتور، هبلغ المدام على فكره. اسكت امشي انت ساكت. والله ما قتلته، والله ما قتلته، العمليه نجحت، هو اللي مات لوحده، والله ما انا لازم. يعني انت فاشل في الطب والتوظيف؟ ايه ده؟ هو انتوا بعتنا الراجل قتال قتله. انا مش عرفني، انتوا كنتوا عايزين تشتغلوا وانا مش عرفني باللي هيحصل. ده احنا مش هنحلك، عليا النعمه ما هنحلك. انتوا مش كنتوا عايزين تشتغلوا؟ وحد بيلاقي شغل اليومين دول؟ مش تتاكد انت مودينا فين قبل ما تسوحنا؟ مودينا لواحد كوكتيل اجرام، شويه اعرج وشويه بيتكلم بطريقه غريبه وشويه عايز يموتنا. معلش اسمع بس، انا عندي ليكوا شغلانه جديده هتبسطكوا قوي. شغلانه ايه؟ مفيش شغلانه، انت لازم تتعذب. ايه ده؟ انت بتعمل ايه؟ بكهربك. كهرب؟ انت كده بتكوي الهدوم. الزرار الاسود ده هو والله؟ انت بتتكهرب ليه انت؟ مش عارف والله. يا اخي شيل ايدك كده، الكهرباء متوزعه علينا احنا الاثنين. يا عم انا بكهربك ولا بدوس جرس الباب؟ خش عليها يا عمر. حقنة الهوا دي اللي هتخلص القصة دي كلها. هديها لك في العضل، هخلي لك العضل مهوي، تمشي ترفرف في الشارع كده. لا والنبي رفرفه. ابوس ايدك، بلاش رفرف ديت. اسمع بس، انا عندي ليكوا شغلانه جديده هتبسطكوا قوي. يا عم شغلانه ايه؟ احنا مش عايزين منك اي شغلانه. اخر شغلانتين جبتهم لنا، واحده فيها جثه والتانيه سرقه. ايه الشغلانه اللي هتجيبها لنا؟ هتجيب واحد يغتصبنا؟ اسمع بس، دي شغلانه كويسه، ده عند واحد صاحب محل كشري، هتروح بالليل تديله حقنه. انا مستحيل اروح محل كشري. ليه؟ انا بخاف من العدس. عشان العدس معدي.
طب بلاش دي. في شغلانه تانية عند واحد منجد محتاج 2 مساعدين. منجد ايه واحنا بنفهم في التنجيد اصلا؟ انت مالك ومال التنجيد؟ انتوا هتقعدوا جنبه تقولوا له يا منجد علي المرتبه عروستنا حلوه مؤدبه بس. يعني واحد ده محطم نفسيا يعني المنجد ده، واحنا هنروح نرفع من روحه المعنويه نقول له يا منجد علي المرتبه عروستنا حلوه مؤدبه؟ ايه الشغلانه دي؟ يعني ايه التراس تنجيد يعني ولا ايه؟ احنا مش فاهم احنا هنبقى ايه. سهله، شغلانه سهله. بقول لك يا علاء الطلاق اديك دي في شعرك بلازمه، اخلي لك شعرك ده ينزل لحد ركبتك، تمشي في الشارع العيال تعاكسك وتقول رانيا جت رانيا راحت. والنبي بلاش. هديك واحده ميزو سيرابي لا ابوس في قلب نص دماغك. بلاش. اخليها لك شعرايه ناعمه طريه. لو النبي ابوس ايدك بلاش ميزو. خالو سرور فين؟ خالي في المستشفى عندكم، يتعمل له تشيك اب كامل، لان انا شاكك في حاجه عنده في الجهاز العصبي، لانه بيتنرفز على اتفه الاسباب. يعني نجيب له كوبايه ميه يتزعبب قوي كده، فبعد اذنك خلي بالك منه، ماشي؟ خلي بالي منه ايه؟ ده خالك هو اللي يخلي باله مننا. خالك شكله بيستعبط ولا عنده امراض ولا حاجه، وخرج من المستشفى من بدري. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. الله يسهل لك يا بلدينا. الله يسهل لك ايه وانا بشحت منك وانا طالب منك حسنات؟ امال ايه، عايز سيئه ولا ايه؟ سيئة ايه يا جدع انت؟ احنا طالبين هنا شقه في المنطقه، يعني مفيش شقه هنا. سرقه؟ انت حرامي؟ اسرق ايه؟ انا عايز شقه اسكن فيها. شقه تسكن فيها انت وبلدياتك بقى، تشتركوا مع بعض في شقه. قول عاوز اوضه بقى. لا شقه والحالي، محدش يقعد معايا ويشاركني في نومتي واجهزتي الكهربائيه. هو انت تعبان بتمشي باجهزه كهربائيه ولا ايه؟ تعبان ايه يا اخينا؟ اجهزتي الكهربائيه دي اللي هي يعني الميكروويف، الديش ووشر. انت ليه كلامك مش لايق على السدير اللي انت لابسه؟ ليه يعني؟ يعني بتقول حاجات مش لايقه عليك خالص. ده تقريبا بيدبلج، ده دوبلاج. ليه يعني مش يعني بتقول حاجات مش لايقه خالص عليك. انا عايز شقه، في شقه قول فيه، مفيش قول مفيش، خلاص خلصنا. يلا يا ابني امشي من هنا. يا عم عايز شقه اسكن فيها انا ومراتاتي الثلاثه، تعرف؟ 3 ايه ده؟ انت طفل عيل صغير، تتجوز 3 ازاي انت؟ والله العظيم هديك 100 قلم على سهوه، ال 100 قلم هينزلوا مش هتعرف تقوم. اهلا معلم عماد. قوم يلا انت وهو، قوم يا حيوان من هنا، قوم. طب بتقومنا عشان الجربوع ده؟ جربوع مين؟ ده انزه واحد عندي هنا في القهوه، ده لما بيجي بيشرب مشاريب حسابها بيغطي اليوم كله. قوم يلا من هنا. لا لو كده نقوم له بقى. قوم. اتفضل يا معلم. اتفضل يا سيدي الناس، اتفضل. لا وامرني. والله. تشرب ايه؟ لا ولا حاجه يا حوده، حبك دي عشان طالب يعني 2 كيلو الا ربع كفته اكلهم وبعد كده نطلب يا مشاريب. سلام يا سلام. حبيبي بقول لك يا معلم ممكن نقعد جنبك هنا في حمايتك يعني. اترزع اتفضل. حوده احنا قاعدين مع المعلم. بيجيب يا معلمه. اتفضل. طالب كيلو الا ربع 2 ايه الطلب ده يا معلم؟ ايوه ما بقدرش اكمل. الحمد لله يعني. ثانيه واحده. بيلحق معاه تليفون اخر موديل. سيره بقول لك ايه، الكفته قدامها قد ايه يعني؟ Just a moment. طيب جربت الكفته جايه في الطريق. بيلحق طالب كفته دليفري، يعني متكبر يروح يجيب الكفته بنفسه. سبحان الله يا حته أخي. تانيه. راجل عجيب. والكفته اللي انت فيها دي بقى ايه؟ ورث ولا اثار؟ لقيته مساخيط؟ لا مساخيط ايه دي، من عرق جبيني. ليه بتعرق بترول ولا ايه يا بلدينا؟ ولا هقوم اديك بالجزمه والله. وماله؟ يا عم من عرق جبيني، انا شغال فواعلي، يعني هد حيطه، طلع سيراميك، انزل راتش، حاجات دي. والشغلانه دي بتجيب فلوس؟ تجيب انت وصحتك. طب ونقدم على الشغلانه دي فين؟ في الشارع. هو كده الفواعليه. فواعلي يعني اجنه وشاكوش وجلابيه، مش عم همام قال لك كده؟ وبعدين الرجاله قدامك كلها ما هي كل واحد معاه اجنه وشاكوش في ايده. ايه ده؟ بص بقى الراجل ده بقى ايه؟ صنعته مختلف عنهم. هم بيهدوا بقى ويكسروا، وده بقى دقيق بقى يعمل لهم كسكسي بقى ومهلبيه ويروق عليهم وهم شغالين. واول ما يخلصوا بقى يقول لهم اسعى وصلي صلي اسعى وصلي صلي. خد يا عم الحاج. انت بتعمل ايه يا ابني؟ بحفر اسامينا على الشاكوش عشان لو اتسرق نعرف نجيبه. انت عبيط يالا؟ انت عايز نفكروا ان احنا عيال فرافير؟ بص شكل الرجاله عامل ازاي؟ ده احنا هنحاربهم في اكل عيشهم دول. الله، ما احنا كمان بنحارب عشان اكل عيشنا يا دياب، ده احنا علينا وصولات تحبسنا 100 سنه. انا هروح احارب الراجل اللي هناك ده. شايف الراجل اللي هناك ده؟ ايه ده؟ وده راجل؟ والله انا فكرته جلابيه متعلقه. انا هروح احاربه في اكل عيشه. طب استنى خدني معاك، انا هحارب دول كلهم لوحدي ازاي؟ تعال. بقول لك يا ابو الكباتن، يا ابو الكباتن. السلام عليكم. مين اللي كابتن؟ شافني لابس شرطيات، انا ليا اسم اتندي بيه. يا عم ما تزعلش قوي كده، ومفيش كابتن بجلابيه يعني. اسمك كريم ايه؟ فردة. امال فين الفرده التانيه؟ لا يا اخويا، هي فردة واحدة. اكيد الفرده التانيه محشوره في الغساله. بقول لك ايه، مفيش اسم نندهك بيه عدل يعني؟ ليا طبعا.
لا استفردة. خلاص يا عم ما تتنفخش علينا قوي كده. قول لي يا استفردة، هي يومية الصنايعي هنا بكام؟ على حسب يعني، لو واحد قديم زي حالاتي ياخد له 3 عمدان. الحمد لله، يعني احنا ناخد 600 لان احنا فردتين مش فردة. لا انت عمود واحد. طب بقول لك ايه يا استفردة، بما ان احنا بقينا زمايل خلاص وهنشتغل سوا، ما تفطمنا كده، قول لنا الشغلانه دي محتاجه ايه بالظبط؟ رجاله شديده تستحمل الشال والحط. انت بقى من اللي بيستحملوا الحط، يحطوك في اي حاجه ويمشوا، صح؟ شوف يا عم فرده، الشغلانه دي خطر عليك والله. دور على الفرده التانيه وخش اي جزمه ونام. انا غلطان اني واقف معاكوا اصلا. هو انت ليه بتتكلم عادي وتقول واقف؟ تتكلم عادي تقول اياك؟ انت هتعمل فيها نسر الصعيد. نسر مين يابا؟ دي طلقه اتضربت من الصعيد ولسه واصله القاهره دلوقتي. سبحانك يا رب، اول مره اشوف عسليه بتتكلم. شوفه متغندر قوي وهو ماشي. يا عم فكك منه بقى، العربيه اللي جايه لازم نلحقها. طبعا، الرزق يحب الخفيه، وبعدين تلحق اول عربيه عشان ربنا يكرمنا، مش كل مره بقى ينطوا في العربيه واحنا نفضل بقى نتفرج عليهم. قول لنفسك، ما انت كل مره تقعد ترغي. ما هو اسعى يا عبد وانا اسعى معاك، هو احنا طول ما احنا بنتكلم كده هنلحق حاجه؟ ايه ده؟ عملت ايه؟ العربيه اتبعت. يا رجاله خد يالا عمالي. استنى يا رجاله. خد يا دياب يا دياب يا عمر هات ايدك. يا دياب هات لي عجله يالا. هات لي عجله يا عمر. استنى يا اسطى. عمر، هو انا لو عيطت هيبقى شكلي وحش قوي ولا عادي؟ يا عم ما تعيطش بقى، الله بص النص الكوبايه الفاضي. ابص لنص الكوبايه الفاضي ازاي ما هو فاضي؟ ما هو عشان فاضي، بص تشوف كويس، لما لو مليان مش هتشوف حاجه. يا عم نزل ايدك، انا ناقصك انت كمان، كتف وجعني. اما نقبض دلوقتي هننسى التعب. تعب ده تعب يتنسي، انا مش قادر، انا جسمي مدمدم. شوف القبض فين، شوف القبض. الاب ده معلم بتاع الشغل. شغل يقعد منك ليه؟ انا طلعت اتمم على الطوب فوق، ما لقيتش ولا طوبه فوق. يعني ايه ما لقيتش ولا طوبه؟ والله طلعنا 1000 طوبه بأمارة ان في طوبه في المعطوبه، انا اللي حاططها. هو انتوا كنتوا شغالين في انهي عماره بالظبط؟ في العماره اللي فيها الطوب دي احنا مالناش صالح بالعماره دي، احنا كل الشغل شغالينه في العماره دي. يعني ايه؟ طب شوفوا لنا حد يقبضنا من العماره دي. عليا الطلاق، ماليكوا قبض عندي غير لما الطوب ينزل ويتحط مكان. طوب ايه اللي ينزل يابا؟ ما تتكلم كويس بقى، ده احنا مطلعين 1000، احنا لو طلعنا فوق هنحدف الطوب ده عليكوا، ده 1000 طوبه، ده انتوا تشتروا العماره اقوى من ان احنا ننزله. عليا الطلاق، ما هسيبك ياض انت وهو لما ترجعوا الطوب مكانه. لا بقى انا مش هفيه. الله يبارك لك. انت ما تعرفش انت بتكلم مين. ابن رود الفرج ده. لا ده احنا نشبحك هنا يا عم ابن الحاج. نبيل شيكو، ده شقاوه قديمه. انت كمان هتبرق لي وبر. انت في ايه يا عم؟ انت قاعد عامل فيها السلطان؟ ايه نجيب لك جواري نقعدهم على الدكه؟ امال لو بقيت اساسي هتعمل ايه فيه؟ ده انت غريب قوي. ما تجيب فلوسنا يا مفترض. خلص يا بيه. هات فلوسنا وربنا. وشك انا هركب لك سيراميك في وشك. سيراميك يا حسين. انت في ايه يا بيه؟ يا حسين حسين ازاي؟ حسين يلا اجري يا عمر. يسألوني خد اصلا حبيبي، هو فين صاحب الشقه؟ مش مشكله صاحب الشقه، اهم حاجه لما يجي ما يحسش ان احنا مش صنايعيه. وانت عارف بقى الصنايعيه زي ما اتعلمنا بيعملوا ايه؟ اول حاجه هنقول له ان احنا مش عاجبنا اي حاجه في البيت. حلو. والدهانات دي بايظه، الصنايعيه اللي عملوها لك ما بيفهموش، واحنا كمان ما بنفهمش زيهم. وايه كمان؟ وهنقول له ان لو الحيطه دي حتى مطليه بميه الدهب هنقول له ايه القرف ده؟ احنا نعملها لك احنا احسن. وايه كمان؟ ولو الحاجه اتاخرت بينا هنقول له ان النهارده الحد واجازه. حلو قوي. عشان نقعد فيها. وكل يوم حد. صح. يعني كل يوم يقول لنا قولوا النهارده الحد وما نشتغلش. صح. دي اهم حاجه. وايه تاني بقى اهم حاجه في الصنايعي؟ الشاي وفطار وشاي وسجاره وشاي وغدا وشاي ونريح في شاي، وبعدين نقف في البلكونه نشرب شاي وبعديها شاي. ده على اساس ان احنا بنشطب شقه حماده هلال. منورين يا اسطى. حبيبي يا باشا، ده نورك، الله يخليك. كنت بس عايز اسالك سؤال بسيط كده. اتفضل. مين الحمار اللي قال لك ان اللون ده حلو؟ خطيبتي. إيه؟ انا اسف، انا فاكر صنايعي زينا. يا راجل ما تتاسفش، هي كده كده ذوقها وحش. امال انا جايبكوا ليه؟ عايزين بقى نختار الوان من الحلوه بقى. المهم جبتوا عده الشغل؟ الكاتل اهو. لا انا قصدي عده النقاشه. لا يا باشا، ما هو النهارده الحد وهم قافلين. حضرتك تجيب العده اللي على مزاجك عشان احنا بنجيب حاجات غاليه جدا ولا ايه؟ طبعا يا باشا. هي الحيطه دي بتاعت مين؟ حتي. حيطتك. حلو، يبقى انت عايز ايه؟ شغل مظبوط.
احنا بقى عايزين نعمل لك احلى حاجه، فاحنا بقى يا باشا بنجيب مثلا عدتنا بقى من حتت معينه، يعني سكينه المعجون دي يا باشا من هولندا، حضرتك عايزها من مصر حتك، انت بقى الادرى وانت بقى حر بقى. هتروح تجيبها من الرواعي، انت بقى دي بتاعتك، والايطالي مش وحش برضه. ماشي، انا هروح اجيب لكم العده واجي، وانتوا اضرب شغلكم. وما دام ان احنا اضرب شغلنا بتسالنا ليه من الاول؟ معلش انا اسف يعني، بس المهم انتوا بقى هتعملوا ايه على بال ما نيجي؟ هنشرب شاي. تشرب ايه؟ اشرب شاي. تشرب ايه؟ اشرب شاي. تشرب ايه؟ اشرب شاي. تشرب ايه؟ اشرب شاي. يا جعانة عملنا هو فين الشغل يا اسطى؟ ما هو يا بيه قدامك تحفه فنيه اهي. تحفه فنيه ايه وانت بتعمل الموناليزا؟ انا فرح الاسبوع الجاي. فين الفرح؟ انت مالك انت؟ فين الفرح؟ ايه الشغل المقرف اللي انتوا عاملينه ده؟ يا باشا انت عايز ايه بالظبط؟ احنا مش عايزين نتلصقك، عايزين نديك حاجه 100 100. احنا مش ناس صناعيه حضرتك. في ايه؟ هي يا وليد ايه الاخبار؟ ايه ده؟ ايه ده يا وليد؟ الفرح دلوقتي يا ولول. شغالين يا حبيبتي تمام. شغالين ايه؟ مش دي الالوان اللي انا اخترتها خالص. ما احنا كنا مستنيينك بقى يا حبيبتي عشان تيجي تختاري الالوان الجديده اللي انت عايزاها. بص يا حبيبتي. حبيبتي؟ ايه ده ما اسمهاش حبيبتي؟ انا اسف انا فكرت اسمها كده. بص يا هانم احنا هنعمل لك كل الالوان اللي نفسك فيها يا قمر. هو الكلام على ايه بالظبط يا باشا؟ نعم. الكلام ده على ايه بالظبط؟ يا لا اتقل بقى اتقل. ايه يا دياب؟ طب ظبطني مع بعضينا يلا هظبطك. مش شايفني خالص ما ليه يا في دياب؟ الحوار كده. تقلى بس تقلى، شوف شغلك انت يا اسطى. بصي يا اتفضل اسطى حبيبتي. انا عايزه الحيطه دي لونها لون قلب الموز. قلب الموز من عينيا يا قلب الوسطى. وايه قلب الموز ده يابا؟ ايه؟ ايه قلب الموز ده بيتعمل ازاي؟ اللون قلب الموز اللي هو اللون. وده نعمله ازاي ده يابا؟ هنعمله في الخلاط يا زميلي. طب اظبطني، انا سيرتي ما جاتش في حاجه. اتقل بقى اتقل. ايه يا دياب؟ اتقل عشان وليد. اتقل. هو وليد هيعديك ويركز معايا انا اللي ورا، انت في وشه هياخد باله من مين؟ سيبني بس. يا اسطى بص. نعم يا عيون قلب الوسطى. طب انا عايزه دي بينك. دي بينك؟ ودي عايزاها ايه بقى؟ لا بص خلي دي راسبيري. بس مش هتليق على البيت. انا مش واخد راحتي خالص في الشغل حضرتك والله العظيم. انا ما بحبش الزبون يقف على دماغي وانا شغال. فانا يعني انا مستاء جدا منك بصراحه. مش عارفين ناخد. معلش بس يا استاذه بعد اذنك ممكن تقولي الالوان عشان بنكتب. بص انا عايزه الحيطه دي بينك ودي والحيطه دي راسبيري. وراس امي لا نعمل لك راس بيري ما حصلش قبل كده. بص السيراميك لسه مركبش. هو المبلط ما عداش عليكم وانتوا شغالين؟ لا يا وليد مفيش مبلطين هنا، احنا مبلطين في الشقه دي. ايه ده شاطرين؟ شاطرين؟ اديني دقيقه بس اهو بتستوي والله بتستوي.